بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تشرفنا اليوم في زيارة أحد المقرات التابعة إلى تجمع الكفاءات والجماهير من ضمن حركة العهد العراقي الجديد، وبالنسبة لي أمثل الأمانة العامة لحركة الكفاءات والنخب الوطنية، وبنفس الوقت أنا الأمين العام لكتائب مسلم بن عقيل المهمات الخاصة. دخلنا في انضمام من ضمن الانضمام الائتلافات الموحدة اللي هي بغيتها إن شاء الله رصف الصفوف وجمع اللحمة فيما بيننا وشد السواعد، لأن هذا الموضوع يتطلب وقفة واحدة. فدخلنا تضامنا وائتلافا مع قوات ثأر الحسين اللي هي مسجلة وتابعة إلى هيئة الحشد الشعبي وزارة الدفاع على قيادة القوات البرية. وفي دورنا احنا كامرأة، تقصد انه وضع كامرأة، بالنسبة لي هذا كان الامر مثل متطلبات المرحلة، يعني حسب اعتقادي. كنت امينة عام لحركة الكفاءات والنخب الوطني، ولدينا اعمال اجتماعية وثقافية، لكنه مع اخوتنا ومن خلال العمل ومتطلبات الوضع ومجريات الاحداث كان لنا خطوة وحركة وبصمة في ان نكون جزءا من هذه المرحلة الجهادية. والحمد لله والشكر لدينا عدة ألوية وعدة فرق شاركت من بداية الفتوى المرجعية لحد الآن، وإن شاء الله مواظبون، ونعم للحشد ونعم للإسلام ونعم لإخوتنا ولشعبنا، وإن شاء الله نكون يدا واحدة لضرب جميع الإرهاب مهما كانت عناوينه وأسماءه. ونحن إن شاء الله معكم معنا على جميع الشعب، ومؤازرة منا نحن دائما نواكب الأحداث، دائما نكون بين إخواننا وننسد حاجاتهم، لأنهم جزء منا ونحن جزء منهم. ونتشرف اليوم، قد شرفنا كثيرا من الشخصيات اللي موجودة المرموقة من السادة والمشايخ وشيوخ العشائر والإخوة المقاتلين، وفي كل ممن يلتزمون في هيكلية المكتب اللي تابع لتجمع الكفاءات والجماهير بإدارة السيد الدكتور هيثم الجبوري. وشكرا لكم إن شاء الله. تشرفنا. أنعام بدر السويعدي، أمين عام حركة الكفاءات والنخب الوطنية والأمين العام لكتائب مسلم بن عقيل المهمات الخاصة. تشرفنا بكم إن شاء الله.